عالي. ليه بنقول عالي؟ لأنه ارتفاع السد 111 متر، عشان كده السد عالي. المحجر اللي هناك ده اللي هو تم قطع الحجار منه، يعني بص كده حضرتك، هم اللي بيبنوا لما الرئيس جمال عبد الناصر أعطى تعليماته ببناء السد العالي بمساعدة الروس، قطعوا الحجارة من هناك. طبعا سنة 1961 ابتدى القرار، وابتدى مشاركة المهندسين الروس المهندسين المصريين في تخطيط سد حصين يقفل نهر النيل من الشرق إلى الغرب. الحجارة اللي اتبنت فيه ما تعادل 17 مرة الأحجار اللي استخدمت في بناء هرم خوفو. 17 مرة، يعني شوف هرم خوفو قد إيه، والحجارة اللي استخدمت هنا ما تعادل 17 مرة من هرم خوفو. طبعا لما اتبنى السد العالي، المية اللي هي جنب السد شكلت بحيرة. البحيرة أخذت اسم الرئيس جمال عبد الناصر وأطلق عليها بحيرة ناصر. طب هناك محطة اللي هو إنتاج الطاقة الكهربائية، محطة إنتاج الطاقة الكهربائية اللي هو في عبارة عن إيه 6 قنوات، اتركب فيهم 12 توربينة، انتجت 2.1 مليون كيلو وات في الساعة كهرباء. وطبعا الكهرباء ديت بتغذي بر مصر كله. جسم السد بيكفل نهر النيل من الشرق للغرب حوالي 3800 متر، يعني قفل نهر النيل من شرق النيل لغرب النيل حوالي 3800 متر. وعرض السد العالي في القاع اللي هو ايه 980 متر، وعرض السد العالي في القمة حوالي 40 متر. يعني هنا احنا فوق جسم السد العالي، سدنا العالي المنيع الحصين القوي، اللي اتبنى بسواعد أبية، سواعد مصرية. ادي البحيرة المقدسة فيها تماسيح على فكرة. طبعا هنا حضرتك لما اتبنى السد العالي غرقت قرى كتيرة هنا نوبية، ورئيسنا الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أعطى الإخوة النوبيين الأراضي في قرى النوبة. طبعا هنا في منحصرة ما بين كومومبو وأسوان حوالي 41 قرية، أخذت أسماء 41 قرية نوبية غرقت تحت البحيرة، بحيرة ناصر. طبعا أعرض مكان في بحيرة ناصر 35 كيلو متر من الشرق للغرب، وأعمق مكان في بحيرة ناصر 98 متر. هناك عندنا ايه معبد كلبشة. بص حضرتك، عندنا معابد مصرية كتيرة غرقت تحت البحيرة، من ضمنها معبد كلبشة ومعبد أبو سمبل، معبد رمسيس الثاني ومعبد زوجته الملكة نفرتاري. طبعا هنا ايه حوالي 60,000 نوبي هجروا من قراهم اللي 41 قرية ديت، وترحلوا إلى أماكن أخرى. في بعض الزملاء والأصدقاء النوبيين بيحكوا لي إن هم فضلوا في قراهم لغاية لما المية دخلت البيوت أثناء اللي هو إيه امتلاء البحيرة. يعني يبقى هنا عندنا السد العالي المنيع، السد العالي الحصين، طوله من الشرق للغرب حوالي 3800 متر. طبعا جبال في الشرق وجبال في الغرب. وطبعا انشأنا اللي هو ايه الترعة اللي هي في الجنوب، عشان المية لو زادت بمرور الوقت هتعمل كفرنج على جسم السد العالي، لانه الطمي بيتركز في قاع البحيرة
يعني معمول حساب على 100 سنة كده تقريبا، 100 سنة جاية يعني علينا وعليكم بخير. في ال100 سنة ديت ايه هتتشكل عندنا في قاع بحيرة ناصر، تصعد لفوق طبعا من الطمي الكتير المتراكم ومترسب في القاع. دلتا تشبه دلتا النيل في الشمال، هتكون مساحتها حوالي 60,000 كيلو متر مربع. طبعا من هنا لغاية قرية أدندان على حدودنا مع السودان 320 كيلو متر. وطبعا في السودان في 180 كيلو متر من بحيرة ناصر، يبقى أعرض مكان في البحيرة 35 كيلو متر، يعني أقل مكان عرضا 10 كيلو متر. عمق البحيرة حوالي 98 متر. ومتعكم الله بالصحة والعافية من سونو، من صوان، من أسوان، محدثكم جمال سعد، لكم كل التقدير والتحية. متعكم الله بالصحة والعافية، شكرا جزيلا.